الفيديو اللي قدامك ده يا باشا يبقى ايمن عباس، واحد من العتاوله بتوع شارك تانكس، وواحد من اتقل رجال الاعمال اللي موجودين في مصر، واللي متخصص انه يقتنص الفرص، مش بس ان هو بيزنس مان عادي او ان هو بيدير مؤسسه معينه. الراجل ده من ضمن شغلته ان هو بيبص على الفرص الكويسه ان ممكن يطلع منها فلوس فيقتنصها او ياخدها. بس بقول لك ايه، قبل ما نكمل، انا حاسس ان الاستوديو ده بيا اتخنقت. بقول لك ايه، تعالى معايا كده. بس اظن كده حلو قوي. ايه رايك بقى في الاستوديو الجديد ده؟ السبب اللي كان مخليني تقريبا داخل في اسبوعين ما بنزلش فيديوهات جديده. احنا نقلنا المكان جديد وشكله حلو ولسه اندر كونستراكشن ولسه هنظبط فيه شويه حاجات، فيا ريت تقول لي تعليقك على المكان وناقصه ايه بالظبط. وخلينا نقول مين هو ايمن عباس، اللي يعتبر رجل اعمال مصري تقيل، وواحد من الشارك تانكس او نجوم شارك تانكس بتاع البرنامج المشهور يعني اللي مكسر الدنيا، وعضو مجلس اداره شركه ادفانس سيستمز، بالاضافه لمناصب ثانيه. يعني ما شاء الله هو بيزنس مان زي ما بيقول الكتاب. من كام يوم بقى شفت بوست واحد منزله لواحد من تصريحات بتاعت ايمن عباس، واللي بيقول فيها عشان انت تحتاج تعمل ثروه فانت لازم تتدخل. فانت لو مثلا مرتبك 10000 جنيه فانت محتاج انك تعيش ب5 وتسيب 5، تصرف 5000 وتحوش 5000 تانيين على جنب. طبعا بوست او تصريح زي ده مش محتاج اقول لك رياكشن الناس او انطباع الناس او رد فعلها كان عامل ازاي، هو نفس الرياكشن بتاعك ده بالظبط يا صديقي. مش محتاج اقول لك تعليقات الناس على البوست ده كان عامل ازاي، مع ان شارك تانكس من الناس اللي يعني المحبوبه. ولكن مع الوقت الصعب اللي احنا بنعيش فيه كبشريه، احنا بنتكلم في 10000 جنيه في وقت تصوير الفيديو ده، وربنا اعلم يعني شكل الدنيا عامله ازاي قدام، بيعملوا حوالي 200 دولار. دول ما يكفوش ان انت تفتح بيهم بيت ولا تعول بيهم اسره. يعني ده لو ما كانش في ناس يعني بتستلف فوقيهم، فانت بتقول لي 5، فالموضوع صعب. ده كان شكل تعليقات الناس اللي بتقول الراجل ده مش فاهم حاجه، مش عايش الواقع بتاعنا، ده اللي معاه 10000 جنيه مش بيكفوه بيروح يستلف عليهم عشان يفتح بيت، ده التضخم مدمرنا ومدمر الناس، ويعني الناس اللي فوق دي مش حاسين بينا. طبعا وانا لا الوم على اي حد بيقول الكلام ده نهائي، لان هي دي الحقيقه، واللي يقول عكس كده يبقى مش حاسس، مش عايش معانا فعلا. بس في جمله اتقالت وسط الجمل كده محدش واخد باله منها قوي، لان هي جمله مش صح، وهي ان الناس دي مش عايشه معانا او يعني مش حاسين بالواقع. لا، الجمله دي فيها مشكله صديقي والله، عشان اكون صريح معاك يعني. طب اشمعنى يا عم محمد، اشمعنى دي الجمله اللي عندك اعتراض عليها والباقي لا؟ يعني لان شخصيه زي دي يا صديقي مش مجرد بيزنس مان تقيل ولا حد بيشغل منصب CEO ولا مجلس اداره ولا لا، هو عنده كمان حاجه تانية، الا وهي ان الراجل ده متخصص انه يقتنص الفرص بتاعت الانتربرينور او الفرص بتاعت المشاريع الصغيره اللي انا لو مولتها ممكن تديني فلوس اضعاف اللي حطيته فيها. دي بقى شغله الراجل ده، او دي فكره برنامج شارك تانكس عموما. ايه المشروع؟ ان انا لو اديته تمويل ب 10 قروش يديني 50 او 100 قرش. فشخص زي ده عنده القدره اللي زي دي، ده راجل ايده في السوق اكتر مني ومنك، وما ينفعش تماما تقول له ان الراجل ده مش عايش الواقع بتاعنا، ده يمكن عايشه اكتر مني ومنك برضه. وده لو يدل على شيء يا صديقي فيدل على حاجه بسيطه، ان في فجوه محترمه ما بين التفكير بتاعنا احنا العامه وما بين التفكير بتاع البيزنس مان على فكره الفلوس والبيزنس عموما ماشي ازاي. الناس دي بتفكر في الفلوس بطريقه واحنا بنفكر فيها بطريقه ثانيه مختلفه تماما. وخلي بالك بقى، انا مش جاي اكلمك في الجو بتاع روبرت كيوساكي والاب الغني الاب الفقير، الكلام ده ما بياكلش عيش، انا بتخنق منه الصراحه. انا مش جاي اقول لك كلمتين في كتاب، انا جاي اكلمك على ارض الواقع. لان ليه راجل زي ده يعني المفروض فاهم وشايف الواقع عندنا والسوق عامل ازاي ينصحني في الظروف الهباب دي ان انا لو بقبض 10000 جنيه احوش 5 واصرف بس 5؟ الاجابه هنا على الموضوع ده في نقطه مهمه جدا جدا، وهو ان ازاي الراجل الغني او البيزنس مان بيفكر في الفلوس. مش عايزك تستهون خالص صديقي بالموضوع ده، لان آلية تفكير الناس دي مختلفه تماما عن اللي انا ممكن انا وانت نتخيلها، لانها مش متركزه على فكره مرتب ان انا وانت بناخده كل شهر. البيزنس مان مش يعينه على المرتب، البيزنس مان عايز يخلق من المرتب ده فرصه لتكوين ثروه. الثروه دي بقى ياخدها ويضخها في استثمارات عشان يدخل منها دخل تاني، ومره في الثانيه يبقى هو بقى صاحب بيزنس مان او صاحب عمل بمعنى اصح يعني. وده كلام احنا عارفينه، بس سؤال بقى، والسؤال ابو مليون جنيه، ازاي هبقى بيزنس مان من 10000 جنيه او من 5000 جنيه طالعين من 10000 جنيه؟ ازاي بقى؟ ايه الاستثمار اللي هحط فيه كل شهر 5000 جنيه ده باعتبار اللي انا بقى جيت على نفسي وقطعت الدنيا وعايش ب 5000 جنيه بس؟ ايه الفلوس اللي هحطها في حاجه يا راجل؟ ده جرام الذهب يعني باكتر من 3000 ونص، الله اعلم وصل كام، مش متابع يعني. لا يا صديقي، ما انت مش هتحط فلوس في ذهب اكيد، الذهب ده مش استثمار، الذهب ده بيحمي فلوسك انها تتاكل من التضخم، دي مش حاجه تزود لك فلوسك، دي حاجه بتحافظ لك عليها. طيب برضو يا عم محمد، انا معايا 5000 جنيه هنيل بامهم ايه؟ انا راجل سمعت الكلام بتاع استاذ ايمن وضغطت على نفسي، اعمل بيهم ايه بقى؟ ولو قلت لي كلام زي بتاع عمر ابو المجد هقفل الفيديو وامشي. خد بس صديقي، انا عارف والله، انا مقدر ان انت مخنوق ومتضايق وخلقك هنا، بس هجيب لك من الاخر. لا، الكلام بتاع التحفيز ده انا ماليش فيه، انا بقول لك حاجه والله واقعيه، لان ده مش شغلتي يعني انا مش شغلتي ان انا اعمل فيديوهات بكسب منها من الشيء ده. لا، اولا كده الاستثمار الوحيد، خلينا نتكلم بجد بقى، الاستثمار الوحيد اللي ممكن تدخل منه فلوس من اول 500 جنيه ولحد 5 او 10000 جنيه ولحد 100000 جنيه كمان على حسب البيزنس بتاعك، اقصى استفاده ممكن تحققها من الارقام الصغيره دي، فنفترض ان هي صغيره يعني، وهي انك تتعلم صنعه او مهاره او مهنه جديده تخليك تقدر تدخل ارقام كبيره. بمعنى يعني انا مثلا هديك مثال حلو قوي، انا يا سيدي بشتغل في بنك او
حاسب شيفت 8 ساعات، وانا وانت عارفين ان هم مش 8 ساعات صرف، يعني ساعات بيوصلوا ل 10، ده لو ما وصلوش 12 الله يكون في عونك يا صديقي. انا عارف والله حاسس بيك اخويا صاحب الاوفر تايم، حاسس بيك والله. وبيخش لي في الشهر 10000 جنيه، وقررت ان انا هعيش ب5 وهسيب 5 على جنب. هنا بقى انا دلوقتي عايز اخد ال5 دي احققها لثروه، اعمل بيها ايه؟ خلينا ناخد مثال يعني بسيط جدا ونظري جدا، وبنوه تاني ده مثال نظري ولكنه برضو واقعي شويه، ممكن يشرح لنا الفكره اللي عايزين نوصل لها. وهي مثلا ان انا هاخد بال5000 جنيه دول وهستثمرهم ان انا اتعلم واحده من ادوات صناعه المحتوى زي المونتاج او الديزايننج مثلا، اي خلينا في المونتاج. يبقى انا دلوقتي وظيفتي ان انا اوظف ال5000 جنيه دول بتوع كل شهر ان انا اطور نفسي. يعني انا مثلا لو محتاج ان انا احوش 5000 جنيه على 5 شهور، فانا تقريبا هعمل 25000 جنيه. ده انت تقدر تجيب بيه جهاز كمبيوتر اللي هو زي ورك ستيشن او حتى لابتوب. طبعا هتجيبه مستعمل بامكانيات متوسطه، مش هقول لك متواضعه ولا عاليه، ولكن هو مؤهل جدا انك تبتدي بيه وتتعلم عليه. حاجه زي كده من مول البستان هتبسطك قوي، هتجيب لك حاجه كويسه يعني. وطول ما انا بحوش وباخد الجزء ده على جنب، بحاول احطه من الناحيه الثانيه واحاول اطور بيه مهاراتي اكتر. وده من خلال ان انا مثلا اخد كورس اونلاين، اشترك في موقع بيديني مثلا اداه معينه سواء كان في الاي اي او الذكاء الاصطناعي، او حتى حاجه في المونتاج تريكي كده كنت ممكن انا اعملها بايدي وتاخد مني وقت مثلا ساعتين 3، وفرت عليا مثلا ساعه ساعه ونص. اهو ده بقى الاستثمار الحقيقي، ان انت تكتسب ادوات ويكون ليك صنعه تخش بيها مجال وتميز بيها نفسك عن غيرك، بحيث ان البروجكت الواحد اللي بياخد اي حد ممكن ياخد فيه 5-6 ساعات، انت ممكن تعمله في نفس الوقت بدقه عاليه. ويا سلام بقى لو بتعمله بدقه اعلى وفي وقت اقل، هنا انت تبقى مرغوب. وهنا ده هينقلنا للمرحله اللي هكلمك فيها كمان شويه، لان اللي هيميزني هنا هو كفاءتي عن باقي الناس اللي موجوده في السوق، لان السوق عرض وطلب. وبالمناسبه المبدا ده برضو مش محصور على فكره المونتاج بس، ده في كل المهن اللي خلقها ربنا، لان السوق عرض وطلب. طالما انت بتقدم حاجه غيرك نادر قوي ما بيقدمها، فانت عندك فرصه ان الحاجه دي يعني تاخد قصادها مقابل اعلى من غيرك. لان انت لو بتطور بنفسك وبتتعلم كل شويه وبتبقى عارف اب تو ديت وعارف ايه اللي بيحصل، فانت ممكن تكون عندك خبره وكفاءه احسن من اللي بقاله في الشغلانه 5 ويمكن 10 سنين كمان، لان مجرد ان هو ما بيطورش من نفسه فما يعرفش ايه اللي نزل جديد او ايه اللي ممكن ييسر الموضوع احسن او يخلي البرودكتيفيتي او الانتاج بتاعه اعلى. وهنا بعد فتره من الشغل، وليكن مثلا سنه يا سيدي شغال على نفسك وبتحوش انت ال 5000 جنيه دول على جنب، وجبت لنفسك كمبيوتر كويس وصرفت على نفسك وتعلمت حاجات كويسه، وقدرت فعلا انك تبقى تخش المجال بليفل يعني متوسط، يعني فاهم، انترميديت اللي هو فوق يعني فوق الجونيور بحاجه بسيطه. وبالمناسبه الكلام ده انا اعرف ناس اصدقائي ومن المقربين عملوه، وبدون ذكر اسماء لحد، انا جاي لك في السكه يعني. الناس دي خبرتها في المجال كله في المونتاج يعني بنتكلم في 2 ل3 سنين، وممكن مرتبها يوصل لاكتر من 20 و30 الف جنيه، وده لو ما كانش زياده يعني. هتقول لي يعني رقم زي ده ممكن اعمله من خبره 2 سنين؟ ما هو يا صديقي هنا في نقطه مهمه، انت اتعلمت ايه في ال2 دول؟ ايه اللي اتعلمته ميزك عن غيرك؟ الوقت ده دي حاجه ثابته ما بتتغيرش، بس انت بقى استغلتها في ايه بالظبط؟ لان في ناس تانية عشان تطلع نفس النتيجه ممكن تاخد 4 و5 سنين عادي جدا، لان فعلا الموضوع متعب ومهلك. ما هو لو ما حد مفهمك ان انت يعني عشان تجيب فلوس فانت هتاخد طريقه تتعب بيها شويه، لا ده كده يعني. حتى التعب ده ما بقاش مطلوب، انت لازم يطلع بوزك وتشقى لحد ما تموت عشان فعلا يعني تحقق حاجه نقدر نقول عليها ان هو مرتب كويس. فكره التعب دي ما بقتش، لا يعني في ناس كتير قوي بتتعب، في ناس بتشقى، في ناس بتموت نفسها، في ناس بتستغنى عن حاجات كتير بتحبها. على حسب ما انت بتقدم تضحيات دلوقتي، على حسب ما انت هتكسب قدام. هنا بقى احنا قدرنا نوصل لحاجه مهمه جدا، وهي ان احنا حولنا ال 5000 جنيه دول بتوع كل شهر، واللي قدروا ان هم يخلقوا لي وظيفه ثانيه ب 20000 جنيه كمثال نظري، عشان ما يجيش حد يصوت لي في الكومنتات، ماليش دعوه بيه. مع العلم ان انا اعرف ناس عملت ده في 2 سنين وفي اقل وبفلوس اكتر، ومرتباتهم تضاعفت بشكل كبير جدا، وده بسبب المهارات اللي هم اخدوها، لان هم ببساطه كانوا قادرين يعملوا شغل غيرهم اكبر منهم ما كانوش عارفين يعملوه. بسيطه اهي. هنا بقى صديقي مبروك عليك لانك ابتديت اول خطوه في مشوار ال1000 خطوه، انك تبقى بيزنس مان او تبقى راجل صاحب ثروه. واللي بالمناسبه في طرق كتير جدا انك تبتدي بيها انك تحوش راس المال ده، يعني مش لازم يا سيدي ال 10000 و5000، انت ممكن تاخد مثلا فلوس من والدك، تستلف مثلا، بس انت لو عامل خطه كويسه. ايا كان الطريقه، احنا بنتكلم في يعني ايه، في طريقه واحده لكن ليها فروع كتير. اظن انت فاهم انا قصدي ايه. هتقول لي بس يا عم محمد ما حدش يعرف يعمل اللي انت بتقوله ده. ما هو برضه صديقي عشان كده يعني عدد المليونيرات في العالم اقل من 1% من تعداد البشر. 1% ايه ده؟ اقل كمان. الموضوع مش صعب، ده صعب جدا 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 من هنا لبكره الصبح، لكنه مش مستحيل. هي الفكره كلها انت عايزه ولا لا؟ لو انت عايزه هتعمله يا صديقي، ده بجد والله. لو انت عايزه هتيجي على نفسك وتستغنى عن حاجات انت بتحبها، وهتستغنى عن قعدتك على القهوه مع اصحابك، وهتستثمر الوقت ده وتروح تتعلم بيه حاجه، وتروح تجرب وتصيب، ومره تخيب، ومره تصيب، ومره تخيب، وتدفع فلوس وتخسر فلوس، ومره تكسب لحد ما توصل لده. الحياه واسعه بخياراتها، وانت وشوقك. انت خلاص يعني، انا بكلم راجل دلوقتي المفروض ان هو طالع من بيته مسؤول عن قراراته. انت وبراحتك شوف انت عايز تعمل ايه. واحنا مش كلنا اتخلقنا مليونيرات يعني، مش كلنا
اتخانقنا عشان نبقى اصحاب فلوس، عادي، في ناس شغاله في وظايفها ومرتاحه والدنيا تمام، وبالمناسبه بيشقوا برضه وبيطلع بوز ابوهم. لكن لو عايز تمشي في الطريقه دي، الطريقه موجوده، شوف انت بقى قدها ولا لا. وده اللي كان يقصده الناس اللي شبه ايمن عباس، لان هم ماشوا نفس الطريقه. الناس دي ضحت بحاجات كتير قوي، ويعني دماغهم اتغيرت بشكل جذري عشان يقدروا يعملوا الفلوس دي. واي حد هيقول لك بقى على البيزنس مان ده اللي هو ده اناني، ده مش عارف بيعمل فلوس كتير قوي على حساب ناس، ده بيسرق، ده للاسف ايا كان اذا كان جزء من الكلام ده حقيقي، لكن الاساس هنا ان دي تقريبا حجه الفاشل. الفيديو ده لو حابين نلخصه بطريقه، فاعمل اللي عليك يا صديقي، شوف انت وراك ايه واعمله وبس كده. سلام.